هي النفسية للاعبين، لأن اللاعب اللي بييجي لك بيبقى ضغوط الحياة طبعًا. كتيرة عليه، فأنت عشان اللاعب ده يدّي لك أقصى حاجة عنده في المباراة، صح. لابد إن أنت تعامله نفسيًا، ده حقيقي. تشوف إيه الظروف المحيطة، إمم. يعني لو هو جاي مثلًا من بيئته في مشاكل، صح. في أي مشكلة حصلت، في ضغوط نفسية عليه، في مش قادر يكمّل مع الفرقة، في مع زملائه في مشاكل نفسية، فبالتالي هو بيبدأ يحل هذه المشاكل الأخصائي النفسي وبيرجّعه، لأن هو الفرق الجماعية كمان روح الفريق دي صحيح. أهم نقطة. صحيح. يعني أنت مش بتلعب لوحدك، أنت إمم. غير الرياضات الفردية، إمم. يعني الفرق الجماعية أنت بتلعب مع فريق، طبعًا. فلازم الروح الفريق كلها تبقى مع بعض طيب. في بوتقة طبعًا، واحدة، أكيد. بحيث إن إحنا نحقق الهدف من اللي إحنا صحيح. طب ده هيخلّيني أسأل حضرتك، هل منتخب الهوكي فيه أخصائي نفسي معاه؟ في حاليًا، طيب الحمد لله، حاليًا حاليًا في فقط؟ دي يعني تمام. أُضيف حاليًا منتخب الهوكي أخصائي نفسي عن كان النواحي هيبقى الموضوع صعب أوي لو ما كانش في أخصائي نفسي بعد الكلام اللي إحنا بنقوله ده كله عن لأ، أهميته حاليًا يعني. تم إضافة أخصائي نفسي بعد الاتحاد الجديد اللي مسك برئاسة اللواء أشرف فرحات، تمام. تم تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية، وأضاف جميع المنتخبات القومية أخصائي نفسي إمم. لمتابعة. إيمانًا طبعًا بأهميته ودوره الكبير جدًا، لإن على فكرة اللاعب لو مش في الmood بتاعه أو نفسيته متأثرة مش هيطلع منه أي إنتاج، مش هنلاقيه اللاعب حتى لو كان قدراته ومهاراته عالية جدًا، لكن ممكن نلاقيه متراجعة، مش هو ده اللاعب اللي بنشوفه في أي مباراة. طبعًا، يعني إحنا في أبحاث بقى عملناها في هذا صحيح. الشِق يعني، إمم. فلقينا إن إمم. الفرق الكبيرة صحيح. في أي رياضة جماعية بتبقى بتتساوى مع بعض في النواحي البدنية، إمم. والنواحي المهارية، والنواحي الخططية، لكن اللي بيفرق النفسية. العامل النفسي، لا فعلًا. روح الفريق، صحيح. الدافع للعب، إمم. دافع الإنجاز، الachievement motivation، دافعية طبعًا. الإنجاز إمم. لدى اللاعب، إمم. هو ده اللي بيفرق من لاعب لتاني. يعني أنا هادّي لحضرتك مثال، يعني حاليًا مثلًا مدربنا القومي في كرة القدم كابتن حسام حسن، يعني نعم. فاز من يومين بنتيجة 2-0 نعم. على على أثيوبيا، أثيوبيا. إمم. ومتربع في المركز الأول في تمام. تصفيات كأس كأس العالم، العالم. وبفرق كبير جدًا نعم. عن اللي إمم. بيليه، وإن شاء الله يعني في المباراة اللي جاية بالكتير أوي نكسب اللي بإذن بعديها الله. إمم. هنكسب إمم. ونحسم ليه؟ لأن هو بيتعامل نفسيًا صح مع اللعيبة، تمام، هو ده اللي كان ينقصنا مع المدرب الأجنبي. المدرب الأجنبي فكر عالي وخطط ووصل لأعلى المستويات في الإنجاز، لكن الناحية النفسية حسن شحاتة نجح مع المنتخب القومي إمم. في كرة القدم 3 بطولات إمم. متتالية كأس الأمم. إمم. كأس الأمم دي ما اتكررتش 2006، يعني 2008، 2010. 2010 ليه؟ لأن التعامل مع إمم. اللاعب المصري، وعارف اللاعب المصري صحيح. بيفكر بس إزاي. برضه مع احترامي لكلام حضرتك ده ما يمنعش وجود لازم يكون في أخصائي نفسي مع آه. حتى لو في مقدرة طبعًا، للجهاز طبعًا. الفني بالتعامل مع اللاعبين، لازم برضه يكون في طبعًا، أخصائي ما نفسي هو لأن إحنا ده لا نغفل. تخصصه، دي آه، منطقته. لا يعني نغفل المدير دور. الفني بيجتهد، آه. لكن لما يقللش لازم يكون في لأ معانا طبعًا أخصائي لازم نفسي. يبقى في أخصائي نفسي، وفي حتى برامج دلوقتي تبع وزارة الشباب والرياضة، لبرامج تدريبية لإعداد الأخصائي النفسي، صحيح. يعني بتيجي تبع وزارة الشباب والرياضة، وبيبقى مدربين بيخشوا فيها على الناحية النفسية فقط، بيبقى صحيح. بطالع أخصائي نفسي في الأجهزة الفنية، تمام. فدوره مهم جدًا الأخصائي النفسي مع كافة الجهاز الفني طبعًا. من شوف بقى يعني مسمى كلية علوم الرياضة أخذ مننا وقت كتير، لكن فعلًا كان يستحق إن إحنا نتوقف عنده ونشرح للسادة المشاهدين التغيير اللي حدث في مسمى هذه الكلية أو الكليات بشكل عام، كليات التربية الرياضية تحولت إلى كلية علوم الرياضة، ومش بس تغيير في المسمى ولكن أيضًا في المضمون وفي الأقسام وفي الدراسات في هذه الكلية. نتمنى كل التوفيق لكل الطلبة وحضراتكم كمان إن شاء الله في الفترة القادمة والمجالات تتسع أكتر كمان. طيب خلينا ناخد حضرتك بقى إلى رياضة الهوكي. رياضة الهوكي مع حضرتك كلاعب وكمدرب وكحكم وحاليا أيضا كعضو للجنة المدربين، احكي لنا القصة، احكي لنا الحدوتة الجميلة دي.
تمام. هو طبعا انا بدايه نشأتي طبعا في مدينه الزقازيق، بقرب يعني نادي الشرقيه ومركز شباب السادات، فكنت بمارس